اصنع الفرصة بنفسك، ما تستناش ان هي تجيلك. عقلك وقدراتك اكبر بكتير من المكان اللي انت فيها دلوقتي. السبب الرئيسي اللي بيخلي الناس ما تبدأش ان هي تاخد خطوات مهمة في حياتها هو الخوف من الفشل، الخوف من الهزيمة. وفيها ايه لما تفشل مرة واثنين وثلاثة وعشرة؟ توماس اديسون مثلا على سبيل المثال فشل 99 مرة، في رواية تانية بيقولوا 1000 مرة. هتكلم معاك على الرواية الاقل. حد فشل 99 مرة في حاجة بيعملها ديلي، على طول، يوميا، حاجة تزهق وحاجة تخنق وحاجة تمل. لكن هو لا، هو عشان عنده حلم عايز يوصل له، بيشوف الغلط اللي كان بيغلط كل مرة يفشل فيها ويصلحه في المرة اللي بعديها، لحد ما وصل للمرة 99 او المرة 100 ما كانش عنده غلطات خالص، فالتجربة نجحت، فالنور نور. عزيمة وإرادة وعدم استسلام للفشل. ليه انت كمان ما تكونش كده؟ انت مش اقل منه في اي حاجة. اوعى تخاف. كانت دايما امي ربنا يبارك فيها تقول لي اللي قلبه جامد رزقه واسع. فجمد قلبك وابدأ دلوقتي، ده الوقت المناسب ان انت تبدأ. بس اهم حاجة اوعى تسيب وظيفتك، خليك في وظيفتك زي ما انت، وعلى سايد تاني او على جانب تاني اشتغل على نفسك جدا. بدل الحاجات اللي مش مهمة بحاجات مهمة. انت ممكن تبدل قعدتك على القهوة بان انت تقرا كتاب، ممكن انت مثلا تبدل قعدتك في البلاي ستيشن ان انت تاخد كورس، بدل مسكتك بالموبايل او خليك ماسك الموبايل بس خش على اليوتيوب اتفرج على ملخصات كتب. الموضوع ده هيفرق معاك جدا. اللي بيفكر بيلاقي حل، واللي بيفكر برضه بيلاقي وقت. واحب اقول لك ان كل الناجحين في العالم عندهم نفس ال 24 ساعة اللي انت بتملكه. الفرق بس عقلية، ودي فرصتك انك تغير عقليتك وتعيش السنين اللي جاية في عمرك بشكل مختلف، شكل انت تحبه، انك تستغل عمرك وسنينك اللي جاية في ان انت تحقق اهدافك اللي بتحلم بيها واللي انت مخطط لها صح. وهو ده اللي هيوصلك لنجاحك. وخليك فاكر ان النجاح بيبدأ بفيديو يحفزك. السلام عليكم.